ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. النهاردة ان شاء الله جاية لكم بوصفة حلوة جدا وسهلة ومقاديرها بسيطة قوي، موجودة عندنا في كل بيت. عايزة اقولك الوصفة دي هتنفعك في الازمات وهتنفعك في العزومات. جايلك حد فجأة، جايلك حد ما كنتيش عاملة حسابك على حاجة، دي هتكون معاكي سهلة قوي، لا هتاخد وقت ولا مجهود ولا كمان هتاخد مكونات كتير. هي الحاجة اللي موجودة في البيت دايما هي اللي احنا هنستخدمها النهاردة في الفيديو بتاعنا. امشي بس على نفس الخطوات اللي انا هقولها وان شاء الله هتطلع معاكي مظبوطة من اول مرة. انا عندي هنا المكونات واللي هي موجودة زي انا ما بقول: السكر والدقيق والزيت واللبن، دول عندنا في كل بيت، مش هنحط بس غير شوية حاجات بسيطة جدا. جبت عندي كوباية من الزيت وكوباية من الدقيق وكوباية من السكر وكمان كوباية من اللبن. وده باكت الكريم كراميل اللي انا هستخدمه للكيك بتاع النهارده. كيك الكريم كراميل من اخف واحب الكيكات على قلبي صراحة، خفيفة وحلوة جدا. من كل حاجة كوباية وبنفس المقدار، يعني الكوباية اللي انت عايرتي بيها الدقيق بتعايري بيها كل حاجة. تمام. حطيت عندي كوباية الزيت وعليهم كوباية اللبن، وكمان بضيف عندي الباكت بتاع الكريم كراميل اللي هو الباكت الابيض، مش بنضيف البني. وبنضيف السكر وبنديله ضربة مظبوطة كده قوي في الخلاط، بحيث يكون معايا قوامه حلو جدا وما يكونش فيه السكر خشن. انا السكر اللي كان موجود عندي وقتها اللي هو السكر بتاع التموين ده، فضربتها ضربة معتبرة بحيث السكر ده يدوب وما يكونش عندي مخرز. انا هاخد كمية حلوة قوي من الصوص، هي اي نعم كمية كبيرة شوية، بس عشان انا عايزة اسقي الكيك عندي بنفس الصوص ده عشان يبقى جوسي كده ويبقى حلو جدا ويدي نفس الطعم اللي انتي حطاه بيه على الوش. طبعا اخدت كمية هتكفيني ان انا اسقي الكيك وكمية ان انا احطه على الوش من فوق للتزيين. بحطها عندي في التلاجة بيبقى بنفس القوام ده، ناعم قوي وحلو. بحطها عندي وهي مع الوقت بتتقل. تمام. دي اول حاجة احنا بنبتدي بيها. جبت عندي بقى بيضتين، واللي هو البيض بتاع المحلات العادي ده، مش بيض بلدي قصدي يعني. وبحط عليهم نص معلقة من الفانيليا وكمان عليهم معلقة كبيرة من الخل. الخل بيدي هشاشة كده وبيدي وبيضيع ريحة الزفارة بتاعة البيض، حلو جدا، بيخلي الكيك خفيف وهش. ودي من الحاجات فعلا اللي لازم تتحط على الكيك، يعني زيها زي البودر بالظبط. اللي عندي بقى المواد الجافة، وهي كوباية الدقيق بننخلها زي ما انتوا شايفين، ممكن تنخليها مرة واتنين وتلاتة. وده حلو جدا للكيك ان انت بتخلي الدقيق عندك ما يبقاش داخله اي هوا. تمام. وما يكونش فيه كتل، لان في الفتره اللي احنا فيها دي بالرطوبه يعني اقصد بيكون فيها كتل. المعلقه بقى واللي هي المعلقه السحريه اللي لازم تحطيها للكيك، اي كيك هتعمليه عشان يطلع معاكي هش وناجح ومظبوط، وهي معلقه النشا. انا حطيت معلقه النشا عندي على المواد الجافه وقلبتهم مع بعض كويس جدا برشه من الملح. بعد كده ضفت الخليط عندي اللي هو انا ضربته، وبعد كده ضفت له البيضتين دول. ضفتهم عندي. تمام. وضفتهم على المواد الجافة وهبتدي اقلب فيهم لحد ما احس ان خلاص الدقيق اختفى، ما عادش فيه دقيق تماما قدامي في الطبق. مع التقليب كده انتي بتلاحظي ان خلاص تمام ان الدقيق ما عادش باين. بقلبه مع بعض بقى كويس جدا لحد ما احس ان هو بقى كريمي كده ناعم قوي، ما فيهوش اي كتل او اي حاجة. بعد كده جبت صينية عندي والمقاس بقى اللي انت حباه، يعني ممكن تحبي حجمها يكون اقصد سمكها يكون عالي، وممكن تحبيه يكون رفيع. الاحب الكيكة الكريم كراميل ان هي تكون رفيعة، ما تكونش سميكة قوي. جبت عندي الصينية بتاعتي وهي اكبر صينية في الصواني اللي هي المربعة دي. كان عندي واحدة تانية اللي هي زي ما بنقول كده الحيطة بتاعتها واطية شوية. بس قلت صراحة انا عايزاها وسط، يعني ما تكونش رفيعة قوي وما تكونش سميكة قوي. دهنتها سمنة ورشة دقيق كده بدرناها بيها. وحطيت عندي الخليط. بعد كده كنت مولعة الفرن، يعني وانا خلاص قبل ما اخلص بحوالي 5 دقايق ولا حاجة، بحيث الفرن ما يبقاش سخن قوي وتلهم مني زي ما بيقولوا يعني.
ان هي تاخد لون على طول وما تستويش معاكي. انا بس بسخن الفرن على درجة حرارة هادية جدا وبحطها عندي. انا التايمر عندي فيه مشكلة، فانا ايه، ما بعرفش اظبط اللي هي درجة الحرارة دي. مش هقولك بقى 180 و170، انا عندي فيه مشكلة الفترة دي، فبخلي النار اعلى من الوسط بحاجة بسيطة. تمام. وبحطها عندي ومش بقفل الفرن تماما. واكبر غلطة ممكن تعمليها ان انتي تقفلي الفرن تماما وتمنعي عنه الهواء. انا بخلي، وده برضو من اسرار نجاح الكيك عندك، لازم تخلي جزء باين من الفرن. يعني بخلي حوالي عرض عقلة صوبع بس كده مدخلة هوا، بحيث حتى لو انا فتحت قبل الوقت اللي هي ما تستوي فيه يعني ما يحصلش فيها اي مشكلة. جربي بس زي انا ما قلتلك كده وهتلاقي الموضوع ناجح معاكي. جبت عندي بقى الصوص اللي احنا ركناه على جنب، وزي ما قلت لكم حطيت عليه حوالي ربع كوبايه من اللبن، بحيث يكون عندي خفيف والكيك يشربه. ربع كوبايه من اللبن وقلبته مع بعض كويس جدا. وجبت عندي من اللي هي الاعواد الخشبيه دي، جبت واحده، ورحت عندي خرمت الكيك كله بحيث يشرب الصوص اللي انا هحطه. شربه عندي كله تمام زي ما انتم ما شفتوه. بعد كده حطيت الصوص اللي انا شلته في التلاجة علشان يجمد شويه، وجيت عندي فردته عندي زي ما انتوا شايفين كده. وجيت جبت بقى الكيس اللي هو اللي احنا ركناه على جنب في الاول، جبته وفتحته كده فتحة صغيرة، وعملت خطوط بالطول بس. بعد كده هتاخدي الخطوط زي ما انتي حابة، يا بالطول يا بالعرض. في الاخر بتديكي نتيجة حلوة جدا، وبتديكي شكل حلو جدا برضو. تمام. بتاخدي كده ايه، رايح جاي رايح جاي، بحيث تديكي نفس الشكل اللي هو الزجزاج ده. عايزه اقول لكم الكيكه دي حلوه جدا وسهله جدا. مقاديرها سهله يعني ما بيحصلش فيها اي مشكله، غير لو انت عملتي حاجه مختلفه او قللتي في مقدار او زودتي في مقدار. من اسباب فشل الكيك بقى حاجه واحده، ان الفرن بتاعك يكون مش على سطح مستوي. يعني ممكن يكون محطوط في مكان مش مظبوط، او الرجل بتاعه الفرن تكون من ناحيه عاليه ومن ناحيه واطيه. في المرحله دي بنبتدي نشتكي ان الكيك بيعلى من جنب وجنب لا، او ان انت بتقفلي الفرن تماما وانت كده بتمنعي عنه الهواء. لا، لازم تخليه داخله نسبة هواء، بحيث منين ما تفتحي عليها ما يحصلش فيها اي مشكلة. الكيك بتاعي ده بعد ما خلص كان شكله روعة وخفيف جدا، وزي ما قلتلكوا جوسي وحلو قوي. وبكده فيديو النهاردة يكون خلص، واتمنى يكون عجبكم. يا ريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وكمان تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.